عام وانتم بخير. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. اهلين محمد. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير جميعا. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. اهلين ابو احمد. كل عام وانتم بخير. اهلين وسهلين. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير جميعا. واياكم. كل عام وانتم بخير. اهلين بالجار. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. صحة وسلامة. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. محمد اهلا عمي محمد، حيا الله بالطيب. شو الامور عندك في البيت؟ تمام زي الفل الحمد لله. استاذي كل عام وانتم بخير. درسني من زمان بالعمر صغير يا عراسي 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 ابو عبيده اولاده. الله يسلمك يا رب. كيف حياكم الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا ابني. كل عام وانتم بخير حبيبي. عرفان. اهلا 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 وسهلا. طبعا مشاهدينا الكرام وكل من يتابعنا، تحياتي لكم من هنا من مسجد الإيمان في مدينة سراقب. هنا بعد إذا قلنا شيخنا 54 سنة ممكن أن نكون صادقين، و5 سنوات، وهي للمرة الأولى تقام صلاة العيد من 5 سنوات تقريبا. ما هو شعورك أنت وتعتلي المنبر، منبر رسول الله، بعد تحرير المنبر تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. حقيقة أنه شعور تعجز عن وصفه الكلمات وتطيح العبارات. نعم. وحقيقة هذا الشعور ما شعرت به منذ 50 عاما إلا اليوم. الحمد لله. عيد متميز عن كل الأعياد التي سبقته، لأنه خلا من آل الأسد، وخلا من حزب البعث، وخلا من كل الأنظمة الجائرة، وخلا من الطواغيت أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه البلد من يقوم بأمرها وينهض بها رغم ما قد حدث فيها من الخراب والدمار على يد الطغاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. كلمة أخيرة شيخنا، ماذا توجه رسالة لأهالي مدينة سراقب وبالذات الذين دمرت بيوتهم ومنازلهم؟ أقول لأهل بلدي أحبتي وأهلي: صبرتم على الظلم، صبرتم على الطغيان، صبرتم على ما فقدتم من أبنائكم وآبائكم وزوجاتكم وأزواجكم. صبرتم وكنتم جبالا من الصبر. صبرتم والله سبحانه وتعالى معكم، فهو سبحانه وتعالى مع الصابرين، وتكفينا معية الله سبحانه وتعالى. صبرنا أثمر، شجرة الصبر أثمرت. أينع ثمرة؟ ألا وهي اقتلاع الطغاة من جذورهم. نعم. وأثمرت أيضا بعودتنا إلى بلدتنا، وقد فرحنا فرحا لا يوصف رغم ما فيها من مشاهد الدمار والخراب. الإنسان يا أحبتي هو الذي يبني. كل ما في سراقب من الخراب ومن الدمار سواعدنا كفيلة ببنائه. نعم. سواعدنا كفيلة ببنائه، سواعدنا كفيلة ببنائه. أقولها وأنا واثق بالله سبحانه وتعالى: لن يبني البلد إلا أبناءه وأهله. نعم. انطلقوا في مسيرة البناء والله معكم ويتولى أمركم. نعم. شيخنا كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وإن شاء الله نلتقي قريبا كل أبناء هذه المدينة الجميلة
في هذه المدينة إن شاء نعم الله. نعم إن شاء الله لقاؤنا قريب. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. ما زلنا مستمرين في مدينة سراقب.